أنا يؤسفني جدا إني أتكلم بذلك بتلك الطريقة المبتذلة، ولكن والله ما رأيت إلا هذه الطريقة. يعني سبحان الله. دلوقتي احنا بنبص على العالم من حوالينا، بنلاقي العالم كله مبتذل. انا مش فاهم، هي دي خطة ولا احنا كبشر احنا متساقين للموضوع دوت عشان اهداف معينة ربنا حاططها. ولكن والله انا مش فاهم فعلا. يعني كل ما الاقي نفسي كده قاعد كده قاعد اتصافى كده واقعد افكر ما هذا العالم، ما هذا العالم. يجب ان مش عارف اشوف الفيسبوك، يجب ان اشوف اليوتيوب، يجب أن اشوف كواكب. كل يعني كل ابلكيشن بقى كوكب. كل ابلكيشن بتبص عليه تلاقي نفسك بتخش في حوارات وبتطلع من حوارات، وكل حوار خاص بالابلكيشن بتاعه. فاهم؟ تلاقي ناس جدا مثقفين على التويتر، تلاقي ناس جامدين جدا على اليوتيوب، خش على الفيسبوك تلاقي ناس مبتذلين جدا، خش على اي ابلكيشن تاني تلاقي ناس مبتذلين جدا. سبحان الله يعني. ومن ثم يجي لك لحظة صفاء كده وتقول يا طب ما اخش اشوف انستجرام. يعني في ناس كده بتنزل تمارين عليه، ناس بتنزل أنظمة غذائية، ناس بتنزل ازاي تتعلم مش عارف ايه في 21 يوم و 30 يوم. الناس ديت يعني عارفينهم، دول اللي هم يعني في العادة ما بيقولولكش حاجة مفيدة، ولكن بيحطوك على الطريق، بينوروا لك حاجة. مثلا واحد يقول لك انا هعلمك تتعلم لغة ازاي في 12 يوم، تمام. هو حط لك لو انت بصيت على الموضوع مش هتعرف تعمل اللي هو عمله ده، اللي هو 12 يوم دوت مش هتعرف تعمله. لكن حط لك فكره ان انت ممكن تتعلم لغه. ممكن تكون انت ناسي اصلا، ناسي انك عايز تتعلم لغه، ولكن فجاه الفيديو ده يظهر قدامك فتلاقي نفسك عايز تتعلم لغه. فالفيديوهات ديت انت بتخش بالنية ان انت عايز تشوف الفيديوهات دي، ولكن بتشوف فيديوهات تانية خالص، فيديوهات مبتذلة، فيديوهات والله العظيم اخشى ان اوريها لاي حد. فاهم؟ مش عارف بتبقى موجوده ازاي. فتضطر انك اسفا تشيل الابلكيشن خالص، مع انك ممكن تستفيد من الابلكيشن في حاجات تانية. وناس بتقول لك ان الخوارزميات بتاعت الانستجرام ولا مش عارف ايه بترشح لك الحلو ومش عارف ايه. فجأة وانت بتتفرج على فيديوهات كده بتلاقي فيديو واحد جه في نص الفيديوهات اترتب عليه كل الفيديوهات الجايه، مش عشان انت بتسمعه، عشان مش عارف. بس تحسها يعني فيديوهات متجدوله. انك تتفرج على جزء معين، مثلا لو انت بتتفرج على جزء ديني كده، عمال تتفرج على الشيخ كذا والشيخ كذا والشيخ كذا، تلاقيهم لحد الساعه 12 كلهم مترتبين حوالين بعض. وبعد الساعه 12 كلهم حاجات تانية خالص ملهاش علاقه باللي انت كنت بتسمعه. ده شغل خرزميات برضو. انا مش فاهم. ده تحسه توجيه عام لهذا المجتمع ان يصبح مجتمع صباح الفل عليه. فانا عايز اقول لك ايه، اقول لك يا صديقي ما تنساش ان دي دنيا في الاخر. طبعا انا عارف ان اللذات والشهوات مليئة حوالينا كتير، واحنا عمالين نلف حواليها، فاهم، ودايرين في الخيط بتاعها وعمالين ندور عليها. احنا لو بصينا على نفسنا دلوقتي هنلاقي كل واحد فينا مرتبط بعادة سيئة ما، او مرتبط بشهوة ما وبلذة ما ومش عايز يتخلص منها. هو بص بقى انتقلت ازاي، مش عايز يتخلص منها. وانا من هؤلاء الاشخاص. يعني في عادة أو حاجة، شهوة الواحد بيعملها مستلذ بيها جدا ومش عايز يعملها. سبحان الله. تحس هي دي الغرزة اللي انت مغروس فيها، بسبب ان انت لما بتفتح الابلكيشنات دي كلها بتتوجه توجيه عام بطريقة ما لانك تتفرج على المحتوى دوت، فتروح تعمل هذه الشهوة او هذه اللذة او هذه مش عارف ايه، ايا كان بقى. في واحد مثلا شهوته كذا وفي واحد شهوته كذا، بس في الاخر في توجيه عام ان احنا نتساء للشهوات واللذات وكل الحاجات ديت. وده من بدري جدا والناس كلها بتخطط له. يعني الناس اللي عايزه توقع المجتمع البشري، ننسى كده اخلاقياتنا وننسى انسانيتنا اصلا. فالتوجه العام هو ان انت تنسى انسانيتك. تنسى انسانيتك ازاي بقى؟ ان احنا نوجه لك اللذات والشهوات اللي انت بتحبها، فتتحول من انسان مسيطر على شهواته لانسان اشبه بالحيوان، مش عايش غير عشان تاكل وتشرب وتمارس هذه الشهوة او هذه العادة اللي انت بتعملها. فعايز اقول لك يا صديقي ان الدنيا اللي احنا عايشين فيها ديت هي محطة عشان نروح الاخرة. فلو احنا توجهاتنا دلوقتي اصبحت توجهات كلها دنيوية، اذا والله الاكتئاب والحزن سيلامس قلوبنا ولن نفلت. فاهم؟ مش هنعدي خالص خالص. هقول لك ليه. لان في عالم اسلامي اسمه الكندي او الكندي تقريبا، كان بيقول لك ايه بقى، ان كانت متطلباتك الدنيويه، بمعنى محبوباتك ومتطلباتك اللي انت عايزها كلها متعلقه بالدنيا، فاول ما المطلوبات والمحبوبات دي هتغيب انت حضرتك هتقع في خانه الاكتئاب والحزن.
حلو قوي، حلو يا عم الكندي ولا الكندي عشان مش عارف التشكيل. ماشي، هتشيلهم عليا. المهم هو بيقول لك ايه بقى، عشان نعالج الموضوع دوت لازم نستخدم اسلوب تاني، اسلوب الايه، ان انا ببقى حاطط مسافه بيني وبين متطلباتي ومحبوباتي. يعني انا عارف ان متطلباتي ومحبوباتي ديت طالما دنيويه هي كده كده زايله، فانا بحط رينج كده بسيط. لو انا مثلا متمسك بالمتطلب دوت او بالمحبوب دوت 100%، لا انا هخلي في حاجه في دماغي كده وهميه بتقول 20% مثلا من هذا المتطلب ممكن يزول في اي وقت من الايام. يعني يبقى انا حاطط نسبة زوال مثلا 20%، ان الشخص دوت او هذا المتطلب او هذه المحبوبة بالنسبة لي بعد فترة ما هتتزال. مش هجعل نفسي مسيطر تماما على حالة الزوال فهكتئب برضه، لكن هحط نسبة، هحب الحاجة ديت ولكن بنسبة صغيرة. عشان ايه؟ الدنيا ما تختلطش علينا، واول ما المحبوب او المطلوب يمشي تلاقي نفسك واقع في خانة الحزن والاكتئاب. ما هو مش شغلانة، احنا الدنيا مش ناقصة، واخد لي بالك؟ احنا بص احنا ميتين، احنا ميتين. انا امسك في نفسي اسبوع عمال اقول هتعلم ومش عارف عشان اجيب فلوس، والاسبوع التاني ما الاقيش نفسي بتعلم الحاجه دي. فالدنيا خربانه والمشتتات كتير. فانا عايز اقول لك ان متطلباتك ومحبوباتك ديت ان كانت في الاخره بقى، بص بقى، ان كانت في الاخره وفي العقل، يعني في الطاقه الروحانيه اللي جواك ديت اللي هي تعلقك باله، والاله دوت هو اللي بيسر لك كل حياتك، وانت عارف كده كده ان الاله دوت حطك على الارض عشان اولا تعبده، وثانيا تعمر الارض. اذا والله انت عارف كده ان دوت ايه، دي دنيتي. فالدنيا ما تسوقكش، تبقى انت عارف انا جاي هنا عشان اعبد ربنا وعشان اعمر الارض. خلاص يا عم انا هعمل واحد اتنين تلاتة بما يرضي الله. تمام، ده اولا. وثانيا ان انا مش هخلي الدنيا تقع في قلبي كده واقعد اقول ايه، طب ما نجيب فلوس، طب ما ندور على شغلانه حلوه، طب ما نتجوز واحده جميله، طب ما نتجوز مش عارف واحده محترمه جدا وبنت بص، الدنيا كده كده اللي مكتوب لك فيها هيجي. تمام تمام. ولكن الاخره بقى دي اللي انت عايز تظبط لها قوي. يعني تقعد بص، اصل بقى بيقول لك ايه، حفت الجنه بالمكاره. اذا كل حاجه مكروهه بالنسبه لي انا كفطره انسانيه كده، كل حاجه مكروهه هي دي اللي هتدخلني الجنه. يعني مثلا ان انا اعبد ربنا جامد جدا، فبالنسبه لي لازم يجي لي هدى من ربنا عشان يخليني اعمل كده، ويبقى انا بسعى برضه، انا بسعى، راجل ساعي ساعي كده وداخل واقول يا رب بالله عليك، يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يا رب يا رب انقذني من اللي انا فيه. انا عايز ابقى جنبك، خدني بجوارك. انا مش عايز ابقى عبد للدنيا. هلاقي نفسي شويه بشويه ربنا هداني، وربنا القى في قلبي ريحه ما، فاهم، بتخليني امشي كده في الطريق وانا اصلا مش حاسس، عشان اقدر اعبد ربنا بجد جدا. حلو، حلو. فانا بقى ايه عايز اقول لك او عايز افكرك، الدنيا دي وحشه، الدنيا دي وحشه، وانا بعمل الفيديو ده ومغلول من نفسي. انا مغلول من نفسي، مش مغلول من حد، والله انا مغلول من نفسي. يا جماعه انا ببص للدنيا بقيت في فجأة ما لقيت نفسي عايز اشتغل جدا، وعايز اجيب فلوس جدا، وعايز اروح الكليه واجيب مش عارف تقدير، وعايز اعمل مش عارف ايه. حسيت ان انا مدي الدنيا حجم كبير قوي، لحد ما بقى ايه جت الامبريل الشمسيه بقى. الشمسيه اللي تقول لك ايه بقى، يا عم الدين دوت هو فوق كل حاجه. يعني لو انت بتدرس فانت بتدرس عشان تبقى راجل متعلم، عشان تبقى مسلم متعلم. لو انت بتروح الجيم بتروح الجيم عشان تبقى مسلم قوي، فاهم؟ كل حاجه قبلها مسلم. لو انا عايز ابقى تاجر هبقى تاجر، مسلم تاجر قوي، فاهم؟ يعني تشكيلة كده لازم قبل أي حاجة فيها، قبل أي شغلانة تيجي أشتغلها في حياتي، قبل أي عمل أعمله في حياتي يبقى فيه مسلم. فلذلك لما تروح تخش الابلكيشنات ديت وتقعد تبص على الملذات والشهوات دي كلها، هتحط أول حاجة مسلم في الأول كده، فتلاقي نفسك إيه بقى، ده كله مش نافع، ده كله ملوش لازمة، ده كله في الهري. أنا حاسس إن الناس دي كلها بتهري، مش حاسس، ده أنا متأكد، متأكد الناس دي كلها بتهري، الناس دي كلها الدنيا خدعاها بطريقة غريبة. فأنا مش عايز الدنيا تخدعني بالطريقة دي، خلي بالك. فأنا بقى إيه، عمال أفكر وأقول يا محمود، يعني اضرب نفسك قلمين كده وفوق، يالا فوق، يالا فوق، يالا، ده الدنيا خربانة، الدنيا خربانة وأنت مالكش في الدنيا دي والله. حتى بص، يعني انت فطرتك كواحد مسلم كده، فطرتك من جواك تحس ان نفسك دايما مشمئز من الحاجات اللي بتحصل دي. حتى لو انت يعني، حتى طبعا ممكن نكون احنا مؤمنين حتى تأتينا المعصية، فاهم؟ يعني مؤمنين، مؤمنين جامد جدا طول ما المعصية بعيد عننا. لو المعصية جت ممكن نعملها،
ممكن تكون كده، او في الاغلب بنبقى كلنا كده، ولكن في فطرتنا في الاول وفي الاخر احنا مسلمين. فاحنا بنبص دايما ان احنا نحط مسلم دي قبل اي حاجه، فهتلاقي نفسك كل الملذات والشهوات دي صباح الفل عليها، مش لازمانه اصلا، مش بتاعتنا. فاهمني؟ حتى لو كان اللي بيعملها مسلمين زينا. بس بس فانا بقى ألمينهم لنفسي، وفوق، فوق، لا فوق، لا